انا عارف انك نفسك تجيب جاكيت سيفتي عشان يحميك من الوقوع بعد الشر لو انت راكب موتوسيكلات، او في موقف كده زي اللي اتحكى لي. مش عارف، واحد كان ماشي في شارع وواحده جنبه كده على الطريق اتسرق منها الموبايل، قالت حرامي على الموتوسيكل، والموتوسيكل اصلا خلع ومبقاش غير هو. الناس فضلت تبص له، مش هقول لكم حصل له ايه، عايز حاجه تحميك في اصعب الاوقات. واحيانا بيبقى في مشكله زي اللي عندي دي، انا بلبس جواكت دي كل يوم بس شكلها مش دايما بيبقى مناسب او بتتوسخ بسرعه، فانت عايز تلبس جواكت العاديه. النهارده بقى انا هوريك الحل الرخيص والفتاك، ولا هتدفع كتير وهتستحمل بقى الضرب في اصعب الامور بقى يعني. فتعالى اوريك الحل الفتاك. شراوي بعت لنا فندم ولا ايه؟ انت عشان تحمي نفسك في الطبيعي غالبا هتلبس الخوذه، تلبس جوانتي، ويعني لو عايز تجود مع نفسك، والناس الريسات اللي بيطلعوا على ال 300 بيلبسوا ايه؟ جاكيت سيفتي زي اللي عندي ده. مشكلتي معاه بقى ده كان كل شويه بيتوسخ في الاكمام ومبقاش مبسوط قوي وانا لابسه، لان هو مش ووتر بروف، وفي نفس الوقت ممل جدا لو انا بنزل كل يوم البس نفس الجاكيت. المهم دي كانت مشكلتي الاساسيه، فانا لقيت بقى حاجه اختراع يا جدعان في الكيس والبوكس ده. احنا النهارده معانا موتوسيكل مختلف هننزل لكم عليه ريفيو، بس البوكس ده يعني حكايه برضه. تعالوا اوريه لكم الجاكيت المختلف ده يا جدعان. جاكيت فكرته مختلفه شويه وحكايه في السيفتي ورخيص شويه كمان. ايه ده جاكيت بيتلبس تحت اللبس. ليه؟ عشان من الاخر تلبس بقى اللي انت عايزه وفي نفس الوقت تبقى محمي على طول. ففي الحمايات اللي موجوده عند الكتف، موجوده عند الكوع هنا، وموجوده في الظهر، وموجوده هنا في الصدر. طبعا ده من براند اسمه رايدنج تريب، ليه كده ويب سايت وحكايه كبيره قوي. ما علينا. الحلو في الجاكيت ده ايه بقى؟ بصوا يا جدعان الحمايه، عايز اوريكم بس الحاجات اللي بتحميكم. الحمايه هنا يا جدعان تعالوا بصوا، 3 طبقات. ناس عارفين ان ممكن يحصلك موقف الحرامي ده فتشيل ضرب جامد يعني. 3 طبقات، وفي نفس الوقت موجوده في كل مكان 3 طبقات. فالفكره ان هو تقدر تلبسه في نفس الوقت تلبس عليه اي جاكيت شكله كويس، لو عايز تلبس اي بنطلون وما تحتاجش انك تلبس جاكيت معين وتتحصر فيه. وفي نفس الوقت الجاكيت سعره رخيص يعني. الجاكيت ده يا جماعه الحاجات دي دايما بتلاقيها ب 2000 وكلام من ده، الجاكيت ده ب 1400. الحلو بقى في الجاكيت ده ان يمكن في حمايه عند الصدر هنا برضو ال3 طبقات. يمكن الجواكت اللي عندي واغلب الجواكت اللي بشوفها ما يبقاش فيها حمايه عند الصدر هنا. حاجه كمان عند الكمام، شايفين في حاجه بتقفل على الكم ازاي؟ علشان الجو الهواء اللي بيتسرسب كده في الساقعه من تحت الجاكيت، فدي برضو حركه حلوه. طبعا الجاكيت ده الخامه بتاعته على اساس ان انت تلبسها في الصيف، وفي الشتاء انت بتلبس الجاكيت الطبيعي بتاعك فوقيها. ففكره حلوه للناس اللي عندهم سلبيات مع الجواكت التانيه، وفكره حلوه للناس وتسهل على الناس اخواتنا الدليفريه اللي بينزلوا كل يوم يتحركوا في الشوارع. سعره معقول شويه على يعني حسب علمي، وفي نفس الوقت الناس اللي بتسافر هتستسهل انك تلبس حاجه شيك وشكلها حلو وتلبس تحتيها سيفتي واوفر كمان. تهيألي ده اكتر جاكيت لقيت فيه طبقات يعني اوفر، مش عارف 3 طبقات ليه يعني كتير قوي، لدرجه حسيت ان المستورد بتاع البتاع ده جابهم بالغلط ومركب 3، ما اعرفش. ولكن يعني فكره جديده، بنحاول اوريكم افكار السيفتي عشان ما يبقاش ليك حجه. واسعار الحاجات دي هحطها لكم في الديسكربشن تحت، والمكان اللي اشتريت منه، عشان لو حد عايز يستفيد بالنقطه دي توكل على الله. سؤالين بقى مهمين بيدوروا في بالي، اسيب التيكت ده لحد العيد كده والبسه كانه جديد؟ والسؤال التاني، هو ده فعلا ممكن يحميك لو وقعت في مواقف زي الناس حسبت ان انت الحرامي بتاع الموتوسيكلات وظبطوك، ولا مفيش حاجه قدام شجاعه المصريين وجدعنتهم؟